السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة العشاب الصغير محل الشيخ العطارين. النهاردة عاملين حاجة حلوة من الآخر، جمعنا كل الأنواع بتاعة الرز البسمتي وطريقة عمايله، الكبسة، الزعفران، البرياني، المندي، البخاري. عملنا كل الأنواع وعملنا كل التكات بتاعتها. هنقول الفروق دي إيه؟ دي بهارات الكبسة. المحتوى بتاعها بسيط خالص، كلها بتعتمد على الكركم والكاري ومجموعه بهارات زي القرفه، زي الحبهان، الكباب الصيني. كل المحتوى بتاعها بتختلف عن البرياني، ان البرياني ما بتاخدش كركم كتير. البرياني بتعتمد على اللون اللي هو الزعفران اللي زي ده. بعد ما نسوي الرز بنخلط الميه بالرز ونعمل الرز بتاعنا. طيب البخاري برضو التكه اللي فيها ان هي ممكن تاخد سنه جوز الطيب والشطه، وممكن احط لها كركم او ما احطلهاش. ولو ما حطيتش كركم بعتمد على اللون الزعفران. طيب نروح بقى للاخيره وهي بتاعه المندي او بهارات الحضرموت او اليمني. التركه اللي فيها ان هي فيها كركم وبابريكا، واكتر نسبه فيها الزعتر، ودي بيديلها تيست وريحه عاليه جدا جدا جدا، مختلفه خالص عن الانواع الثلاثه، وهم الاربعه يعتبروا مختلفين عن بعض. التركات بتاعتهم جميله جدا. احنا مش هنقول الخلطه بتاعتهم لان احنا عملناها في السلسله بتاعت الرز الكبسه، ولكن احنا كنا بنشوف الانواع واللون. ممكن تقرب معايا بس تشوف الالوان والاختلافات اللي بينهم وبين بعض، بين الكبسه والبرياني والبخاري والمندي، مختلفين حتى في الالوان. وبكده نكون قدرنا نفصل كل انواع الرز. كل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين على رمضان، عايزين نعمل كل يوم تشكيله حلوه، ونشوفكم على خير في حلقه جديده من حلقات العشاب الصغير والبهارات. لو في اي حد محتاج اي نوع من البهارات، في حاجه موجوده عنده في البيت وعاوز يعملها تركه وحاجه حلوه جديده، مفيش اي مشاكل. حد عنده عزومه، حد عنده ظرف طارئ، جماعه جم من البلد فجأة عليه وعاوز يعمل حاجه حلوه، يكلمنا. متاح على الواتس، التليفون، الكومنتات، يسيب لنا كل اللي هو عايزه، احنا في خدمتكم. متاح شحن لاي مكان في الجمهوريه. بالنسبه لاخواتنا العطارين، لو اي حاجه، اي نوع بهار عاوز يعمله مطلوب منه في المحل، نقدر نوفره له. موجود شحن في كميات لاي نوع بهارات، وموجود بهارات ميكس لست البيت. كل ده علشان نقدر نوفر لكم حاجه جميله بعيد عن الملح الصيني، اضرار الكلى والمشاكل. ونشوفكم على خير في حلقه جديده من حلقات العشاب الصغير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.